محاولة عيش هي تصوير واقعي لحياة البؤس والفقر الذي كانت تعيشه في أمن المجتمع المغربي. بين الخبز الحافي ومحاولة عيش، أدب مغربي لم يهادن بؤس الواقع وانتصر للمسحوقين. محاولة عيش هي رواية لصاحبها محمد زفزاف. تتناول الرواية قضايا اجتماعية وسياسية أوسع نطاقا مثل البطالة والهجرة والفساد. يسلط الكاتب الضوء على تأثير هذه القضايا على حياة الفقراء وكيف تعمق من معاناتهم. الرواية ترصد محاولة الإنسان البسيط للبقاء وسط الفقر، التهميش والفراغ الوجودي. لا بطولة خارقة ولا حبكة صاخبة، بل حياة يومية منهكة يواجه فيها الفرد عجزه، اغترابه وصدامه مع واقع لا يرحم. أهم العناوين في رواية محاولة عيش: الفقر والهامش. الفقر ليس حالة مادية فقط، بل نفسية ووجودية. الاغتراب: الإنسان غريب حتى عن نفسه. العبث اليومي: تكرار، ملل، وانتظار بلا أفق. بالنسبة لدلالة العنوان محاولة عيش، هو اعتراف ضمني بأن الحياة الكاملة ليست متاحة للجميع، وأن بعض الناس لا يطلبون سوى الاستمرار.